ما كاينش شي موضوع داير ضجه حاليا اكثر من 15 سبتمبر. الا كنتي كدور في انستغرام، تيك توك، فيسبوك، ضروري غتكون تلاقيتي مع بزاف ديال الفيديوهات اللي كيهضروا على 15 سبتمبر. كل واحد شنو الراي ديالو اللي كيعطيه. كاين اللي كيشوفوا حلم باغي يحققه، وكاين اللي ما عطيش اهميه، كاين اللي كيشوفها هي الحل باش يصوفي وباش يحسن من الظروف ديالو. خلينا دابا نعرفوا شنو غيوقع نهار 15 سبتمبر، والاهم واش بصح يستاهل. مستر بن. الهجرة السرية بدات من شحال هادي، مازال بنادم حتى لدابا كيريسكي بحياته باش يوصل لواحد البلاد بحال بلادو. ولكن هادشي ملي كتقولو وملي كتعطي الناس نصائح كيقول لك غير كتخربق. هاد الهجرة هادي ما كتجيش غير من ولاد البلاد، هاد الهجرة هادي كتجي من افريقيا كامله باش يحرقوا لاوروبا. شحال هادي حنا كنسمعوا انك باش توصل في حياتك خاصك ضروري تحرق. هادشي تقال شحال هادي، ولكن في هاد العصر اللي كنعيشوا فيه حنا دابا هادشي تبدل بزاف، ولكن مازال شي ناس كيامنوا باللي هادشي هو الحل. نهار 15 سبتمبر كاينين مجموعه من الناس باش يحرقوا من سبته لاسبان، ولكن هادشي ما عرفتش واش غادي يوقع ولا ما غاديش يوقع، وانا ما كنتحملش المسؤوليه ديال اي حاجه غادي نقولها. انا في الاخر غادي نعطيكم وجهه النظر ديالي اللي تقدر تعجبك وتقدر ما تعجبكش. نظرك واش هذا هو الحل المناسب باش انسان يقدر يحرق، ولا ماشي هذا هو الحل المناسب؟ ولينا كنشوفوا بزاف في السوشيال ميديا انسان كيمشي كيحرق، كيصوفي، كيحقق داكشي ديالو، وداكشي حنا ما عارفينوش واش بصح ولا كذوب. وفعلا كاينين شي ناس مشاو وصوفاو، وكاينين شي ناس بقاو وصوفاو. يعني داكشي عنده علاقه بالدماغ ديالك، وانت كيفاش كتفكر، وانت كيفاش كتشوف الحياه، واش كتشوفها بوزيتيف ولا كتشوفها نيجاتيف. يعني هنا كاين واحد الفرق كبير بين الانسان لاخر. مجموعه ديال الشباب كاملين مشاو للشمال، علاش؟ باش يحرقوا، باش يريسكي بحياته، يقدر يوصل يقدر ما يوصلش. علاش؟ باش ملي تمشي لبلاد اخرى غادي تبدا من تحت ديال الزيرو. تخيل معايا انت عايش في واحد البلاد ما عندك لا اوراق، ما معترفينش بيك، حياتك كامله غادي تدوزها في الزنقه، حياتك كامله غادي تبقى عايش في الزنقه وكتنعس في الزنقه، ما لاقي ما تاكل، ما لاقي حتى باش تفطر. في نظرك واش هذا هو الحل المناسب باش انك تمشي تهاجر لواحد البلاد اللي ما كيعرفك فيها حتى شي واحد، تمشي تهاجر بطريقه سريه يعني ماشي قانونيه؟ بزاف ديال الافكار تروجوا لهم في هذه البلاد، تروجوا لهم فيك انت. يعني الناس كيقولوا لك واحد الهضره اللي انت كتثيق بها، ولكن حتى حد ما عارف انك تقدر دير بزاف ديال الحوايج في البلاد ديالك، لان ارض الله واسعه. يعني ماشي ضروري تمشي لاوروبا باش انك توصل لداكشي، حيت واحد النقطه كنامن بها، الا ما درتيش داكشي اللي بغيتي ديرو في بلادك ما تقدرش ديرو بلادات الناس. انا كنتفق معاك، الارزاق بيد الله، وربي لكل واحد راسقه في اي حاجه تمناها، ولكن خاصك تقوم بالاسباب اول حاجه. وثاني حاجه ما تريسكيش بحياتك على قبل واحد الحاجه اللي ما كتستاهلش، على قبل الحياه ديالك. الله خلقك انت كشخص كانسان، في الاخر تمشي تريسكي بحياتك على قبل بلاد اخرى. انا ما كنقولش ليك ما ديرش هادي ولا دير هادي، انا فقط كنعطيك الراي ديالي كانسان بحالك، كخويا، كصديق. عمرك تتبع القاطع، ما عمرك تمشي فين مشى بنادم، ما عمرك امن داكشي اللي امن به بنادم، امن بداكشي اللي كيقول لك راسك، وامن بداكشي اللي مسلكك، وامن بداكشي اللي باغي دير. انا ما كنقولش لك البلاد ديالنا زوينه وفيها كلشي مقاد، وما فيهاش بزاف ديال الحوايج مقادين، كاينين شي حوايج زوينين في اوروب احسن من المغرب، ولكن افضل حل ديالك كيبقى هو بلادك. انسان بادي واحد شويه، عندك واحد شويه، ماشي بحال واحد مسكين ما عنده والو. وإلا كاع كنتي بغيتي تمشي لبرا وعاجباك الحياه تما، يمكن لك تخدم هنا في المغرب، توصل غير واحد شويه وتمشي بطريقه شرعيه وبطريقه قانونيه، وتمشي بعزك وبكتافك. كان هذا هو الميساج ديالي، كان هذا هو الراي ديالي. انا ما درتش هذا الفيديو باش نقول لك شنو غادي يوقع بالضبط في 15 سبتمبر، انا درت هذا الفيديو هذا باش نقدر نوعيك ونقدر نعطيك الراي ديالي، ربما يعجبك ربما ما يعجبكش. وكاينين بزاف ديال الناس غادي يتفقوا معايا، وكاينين بزاف ديال الناس ما غاديش يتفقوا معايا. كاينين بزاف ديال الحوايج زوينين في هذه الحياه، وكاينين بزاف ديال الحوايج ما زوينينش، لذلك خصك تكون انت، خصك دير داكشي اللي كتبغي انت. كان هذا هو الميساج ديالي والراي ديالي اللي ربما تقدر تستافد منه من بعد.